عمرك ما تتخيلي ان القراقيش بدقيق الحبة الكاملة تطلع معاكي جميلة كده، هشة ومقرمشة وطعمها بسم الله ما شاء الله. بعد كده مش هتحبي تعملي القراقيش غير بالطريقة دي، ومش هتحبي تعمليها غير بدقيق الحبة الكاملة. بس في ملحوظات مهمة جدا لازم تعرفيها، علشان الدقيق دوت اتقل من الدقيق الابيض، وكمان بيمتص السوائل اكتر من الدقيق التاني. فهنقول كل الملحوظات مع بعض. كمان هنعمل القراقيش السادة والقراقيش اللي بالعجوة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي الكوباية اللي هعاير بيها، ده مج الشاي الكبير. هحتاج كوباية مليانة من المية الدافية، هحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهحط كمان معلقتين كبار من العسل الأسمر. وده السكر اللي هحتاجه للوصفة كلها بتاعتي، هما معلقتين كبار من العسل. طبعا تقدري تستبدلي معلقتين العسل دول بمعلقتين سكر، بس تدوبيهم في المية كويس، أو تستخدمي سكر بودرة. هنحط بقى الخليط ده على جنب لحد ما الخميرة تشتغل براحتها، ونعمل احنا بقية خطواتنا. الخطوة اللي بعد كده اني هجيب كيلو من الدقيق مكتوب عليه دقيق القمح الكامل او دقيق الحبة الكاملة. هحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وهحتاج معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر مهم معانا قوي في الوصفة بتاعت النهاردة، علشان يرفع معانا القراقيش بتاعتنا ويخليها هشة من جوه. تمام. بعد كده هحط كمان 3 معالق كبيرة من السمسم المحمص. بس كده، دي المقادير الجافة بتاعتي. هقلبهم مع بعض كويس قوي، واعمل حفرة كده في النص. بعد كده بقى هحط كوباية مليانة من السمنة البلدي، ده نفس الكوباية اللي بعاير بيها كل حاجة. وهحتاج كمان نص كوباية من الزيت. طبعا استخدمي اي نوع سمنه انت تحبيه. السمنه بتاعتنا بدرجه حراره الغرفه عادي، علشان احنا في الحر. لو انت مثلا في الشتاء فدفي السمنه حاجه بسيطه قوي، عشان ده بيساعد ان الدقيق يتشرب السمنه بتاعتنا كويس قوي، وكمان العجينه تخمر معانا على طول. تمام. في الخطوه دي بقى ركزوا قوي، انا هبس الدقيق بالسمنه كويس جدا. والخطوه دي هتاخد مننا وقت شويه، يعني من 5 ل6 دقايق. بصوا بقى طريقة البس، انا ما بين ايديا وببدأ ان انا ادعكهم بالشكل ده. البس مهم جدا علشان كل ذرة في الدقيق تتغلف بالسمنة كويس، وعلشان ده اللي بيخلي القراقيش بتاعتنا دايبة من جوه. وكمان لما بنبس الدقيق بالشكل دون بيخلي العجينة ما تعملش عرق ابدا. لو انت بسها كويس العجينة عمرها ما تعمل معاكي عرق، واحنا طبعا مش عايزين لعجينة القراقيش اي عرق. بعد ما خلصنا بس في الدقيق، هنحط بقى الخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن كوباية مية وعسل وخميرة. تمام. زي ما انتوا شايفين تفاعل والخميرة اشتغلت وكله تمام. هنحط كمان كوباية من المية، يعني استخدمنا لكيلو الدقيق كوبايتين من المية. ممكن الدقيق بتاعك يحتاج اكتر، انما مش هيحتاج اقل. تمام. بس ملحوظة مهمة، هو مش هيحتاج اكتر من كوبايتين بكتير، يعني ممكن تحتاجي كمان معلقة مية او معلقتين، مش اكتر من كده، عشان المية الزيادة بتخلي القراقيش بتاعتنا مكتوم. عايزة اقولك بقى ملحوظة مهمة قوي، دقيق الحبة الكاملة بيحتاج سوائل اكتر ودهون اقل من الدقيق الابيض. يعني لو انت مثلا بتحطي الكيلو الدقيق الابيض كوبايتين من الدهون، لا ده احنا نستخدم له كوبايه ونص بس. ولو بتستخدمي كوبايه ونص من الميه، لا هنا تستخدمي كوبايتين من الميه. سريعا كده قلتلك الفرق ما بين الدقيق الاسمر والدقيق الابيض. بعد ما حطيت السوائل بتاعتي، عجنت العجينه بتاعتي كويس ولميتها واتاكدت انها ناعمه ومش بتشقق كده لما اجمعها. يبقى هي كده خلاص تمام. نسيبها بقى ترتاح وتخمر لمده نص ساعه. القراقيش اهم حاجه التخمير بتاعها يكون بعد التشكيل، يعني بعد التشكيل لازم تخمر كويس جدا 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 عشان تطلع معاكي هشة وجميلة. تمام. دلوقتي بقى هاخد العجينة بتاعتي والفها كده، وابدأ ان انا اقسمها. الاول انا هقسمها نصين، علشان نص هيبقى سادة ونص بالعجوة. نقسمها نصين وناخد اول نص الاول نشتغل في القراقيش السادة. تمام. اول نص ده بقى اللي هنعمله سادة هنقسمه نصين، وبعد كده ناخد كل نص نشكله بالطريقة اللي انتي هتشوفيها دي. بفرد بقى العجينة بتاعتي بالنشابة على شكل مستطيل بالشكل ده. عايزة اقولك ان العجينة طرية وسهلة قوي في الفرد، يعني لو ما عندكيش نشابة فرديها بايدك. الموضوع سهل جدا ما شاء الله. العجينة في ايدي زي العسل. تاني حاجة بقى، سمك العجينة يعني وسط، ولا هو رقيق ولا هو سميك. وبعد ما فردتها مستطيل زي ما شفتي كده، هبدأ ارولها رول، بس بضغط عليه كده وانا بلفه. تمام. وباخد الجناب معايا
وبعد كده بصوا بقى رول طويل كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب النشابة تاني واضغط بالراحة، انا مش عايزة اضغط جامد قوي علشان احافظ على الرول اللي انا عملته جوه، ده بيديني مسامات حلوة جدا للقراقيش. تمام. بصوا وخلي سمكها حلو، يعني ما ترققهاش، كل ما القراقيش بتاعتك لها سمك كده حلو، يعني وسط برضو، ولا هو رقيق قوي ولا هي تخينة قوي، تطلع معاكي ما شاء الله جميلة زي ما انتوا شايفين كده. هعملها معاكم كمان مرة، الخطوات سهلة جدا. شايفين ما شاء الله طالع كله مقاس واحد وسمك واحد ومظبوط جدا. هناخد بقى كمان الجزء التاني من العجينة برضو ونفرده، هوريكي تاني علشان ايه الموضوع يكون سهل. هشرح لك كده تاني الموضوع سريعا. احنا خدنا نص العجينة قسمناه نصين، خدنا النص الاولاني قسمناه تاني نصين، ده علشان نشكله سادة. هناخد كل نص نفرده مستطيل وايه، ونبدأ نعمله رول بالشكل ده، وبعد ما نلف الرول نضغط على القفلات كويس بصابعنا كده علشان يكون مقفول حلو، وهنرله بايدينا بالراحة، حاجة بسيطة يعني. وبعد كده نضغط عليه بالنشابة برضو بالراحة، ومش هنفرده قوي، ضغطة بس بسيطة، وهنخلي القراقيش بتاعتنا فيها سمك، ونبدأ نقطعها ونحطها في السجان بتاعتنا. يا رب يكون شرحي واضح، واي حد برضو عنده سؤال يكتب لي في التعليقات، انا برد على كل الاسئله بنفسي. وان شاء الله جربوا القراقيش دي، بس بعد ما تجربوها اكتبوا لي رايكم في التعليقات. فعلا جربوها حلوه قوي، مشبعه غير القراقيش اللي بالدقيق الابيض خالص، طعمها حلو قوي. تاكلي منها 2-3 على الفطار تلاقي نفسك شبعتي، وتلاقي نفسك اكتفيتي بالفطار ده. تعالوا بقى اقول لكم يا بنات ازاي هنشكل اللي بالعجوه. انا جبت بقى نص العجين اللي احنا كنا سايبينه اللي هنشكله بالعجوه، وبدات ان انا اقطعه للقم بالشكل ده، قطعته ل10 قطع صغيره. اهم حاجه بقى العجوه تكون معاكي طريه، مهم جدا في الطريقه اللي هنشكل بيها دي ان العجوه تكون طريه قوي. احنا في الحر فممكن اصلا العجوه تكوني شارياها طريه، بس برضو لازم تضيفي لها معلقه كبيره من السمنه علشان تفضل العجينه طريه معاكي وما تنشفش في الفرن. طب لو العجوه ناشفه معاكي ومش طريه، هتسخنيها في الفرن او في الميكرويف، او هتسخنيها على النار عادي على نار هاديه لحد ما تسخن، وبرضو معاها معلقه كبيره من السمنه، وبعد كده تبداي تعجنيها بايديكي، هتبقى طريه وزي الملبن معاكي. باخد بقى كل قطعة من العجين افردها بايدي بالشكل ده، على شكل برضو مستطيل كده صغير، برضو سمك العجينة يكون وسط، ولا رقيقة ولا تخينة. تمام بالشكل ده. باخد بقى قطعة عجوة تكون حتة حلوة كده، واقوم ماسكه حته العجوه عاملاها صابع كده، وما يكونش رفيع قوي، لا يكون فيه سمك شويه، عشان احنا لسه دي هنرولها ونفردها تاني، فالعجوه هتتفرد معانا تاني. تمام. بعمل كل واحده، ممكن طبعا تفردي بالنشابه، بس بصراحه انا لقيت ان انا بايدي احسن، النشابه بترققها قوي، انما لما بتعمليها بايدك كده بتعرفي تظبطي السمك بتاعها يكون وسط. تمام. وناخد حته العجوه ونقفل عليها حلو، ونقفل من الجناب اهم حاجه، ونقفل، واهم حاجه القفلات تضغطي عليها بصوابعك كويس. تمام. علشان لما نيجي نرولها ما تتفتحش منك. بصوا انا عملت معاكم اهو 3. تعالوا اوريكم قبل ما نحطهم في الصاج هنعملهم ازاي. بصوا برجع ارولها تاني. بصوا بقى برجع ارولها تاني واخليها ايه زي صباع البقسماط التخين كده، يعني ما يبقاش رفيع، يبقى برضو تخين شويه. بعد كده برش شويه سمسم واقوم لفاه على السمسم، بتكون بقى تحفه ما شاء الله. بصوا اهو شايفين لفيته ازاي، اديله شويه سمسم كده وارجع الفه تاني على السمسم، بيديله منظر جميل جدا وبيكون خطير. عايزه اقول لكم بقى دي بعد ما تخمر وتتسوى هتشوفوا قد ايه طالعه خطيره خطيره. لازم تجربوا اللي بالعجوه دي. المره الجايه لما اجي اعملها هعملها كلها بالعجوه. وبعد بقى ما بملى الصاج ببدا ان انا اقطعهم وهم في مكانهم. تمام. بصوا بقى بالشكل ده اي حجم انت عايزاه كده. عملنا مع بعض اللي بالعجوه وعملنا الساده. تعالوا بقى نتكلم على التسويه. قبل التسويه لازم تعرفي ان احنا لازم نخمر بعد التشكيل كويس جدا. عايزه القراقيش تطلع معاكي هشه لازم تسيبيها مش اقل من نص ساعه وتتاكدي انها خمرت معاكي كويس. هنغطي السجان بتاعتنا كويس ونسيبها تخمر. لازم نسخن بقى الفرن قبلها بشويه، وندخل السجان بتاعتنا على فرن سخن درجة حرارة 200. بنلف السجان من وقت للتاني طول ما هي في الفرن علشان تاخد اللون الموحد الجميل دون. وكمان في نص التسوية كده بنقيد بقى الشواية لو هي ما خدتش معاكي لون، عشان كمان الوش ياخد لون. انا بالنسبه لي لازم اديها لون حلو وتحميره حلوه، يعني لازم يكون وشها كده والقعر بتاعها يكون متحمرين كويس جدا واخدين لون احمر وجميل. دي كل حاجه عن التسويه. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسيش بقى اللايك الجميل من ايديكي وتعليق ولو بحرف علشان يوصل لك كل جديد. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.